السلام عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا لا فيديو. اليوم غادي نهضر معكم على واحد الموضوع اللي غادي يبدل طريقه النظره ديالكم للحياه كامله. موضوع عميق بزاف ولكن سهل في الفهم. انا غنشرحه لكم، هو عميق، الموضوع صعيب، ولكن انا غنشرحه لكم بواحد الطريقه اللي غتسهل عليكم الفهم. غير خاصك تكوني حاضره معايا في هذه الحلقه هذه اولا في هذا الفيديو هذا، حاضره بقلبك وبعقلك، ماشي تحطي التليفون وتمشي كديري شي حاجه اخرى. جلسي وسمعيني. الموضوع اللي هو القوانين السبعه ديال الكون، وكيفاش تقدري تخدمي هاد القوانين السبعه ديال الكون لصالح ديالك نتيا. هادو قوانين ماشي خرافات، ماشي شي حاجه غير هضره، ولكن هادو نظام الله في الكون. كيف ما كاين قانون الجاذبيه، كتسمعوا قانون الجاذبيه؟ قانون الجاذبيه اللي كيخلي كل حاجه تبقى في بلاصتها، ياك؟ راه كاينين حتى قوانين ديال الطاقه والمشاعر والاحداث اللي كيطراو في حياتك، واللي كيفهم هاد القوانين السبعه وكيعيش بيهم كيطبقهم في حياته كتولي اسهل واوضح. الوغ نبداو بالقانون الاول، ما بغيتش نكثر عليكم، نبداو بالقانون الاول قانون بقانون ونشرحه لكم الوغ ونقول لكم كيفاش تطبقوا داكشي في حياتكم. الوغ القانون الاول اللي هو قانون العقل والنيه. كيفاش؟ كتعرفوا باللي كل حاجه كتبدا من فكره، ياك؟ كيفاش؟ اي واقع عايشينو حنا دابا راه الاصل ديالو فكره دازت من دماغنا، دازت في دماغنا من قبل، ياك ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى قال انما الاعمال بالنيات، ياك ولا لا؟ يعني النيه هي البدايه ديال اي خلق، النيه هي البدايه ديال اي عمل، النيه هي البدايه ديال كل شيء. الا كان عقلك عامر بالافكار السلبيه، اش كيوقع؟ حياتك كتولي متعبه، حياتك كتولي ما نقوليكش مرهقه بزاف، وكتولي كتدمريها براسك غير بالافكار اللي في عقلك. ولكن منين كتبداي تفكري بنيه واضحه وعامره باليقين، يقين 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 100% بدون شك، كتشوف الواقع كيتبدل. الوغ هذا هو القانون الاول، القانون ديال العقل والنيه. الوغ كيفاش نطبقوا هذا القانون؟ بغيتو كل صباح قبل ما تبدا نهارك تاخذ واحد دقيقه واحده وقول لنفسك واحد النيه ديالك، نيه تكون ديالك واضحه، اوكي؟ نيتك تكون واضحه وتقولها بواحد الصوت واضح. كيفاش؟ مثلا تقول النيه ديال اليوم، نيتي اليوم نكون هادئ ومرتاح، نيتي اليوم ندوزو بدون اعصاب، نيتي اليوم يفتح لي الله شي باب ديال الرزق، يبان لي شي باب ديال الرزق. او نيتي اليوم نبدل هاد الطاقه اللي عندي سلبيه ونخدم على راسي، نخدم على نفسي، ياك؟ وهنايا قلبك كيكون صادق في اي كلمه كتقوليها، اي كلمه كتقولها بغيت قلبك يكون صادق ويكون عندك يقين 100% انه هذيك النيه اللي نويتي غطر. ومن بعد عرفتي شنو غادي يوقع؟ ركزوا معايا، عرفتي شنو غيوقع في نهارك؟ غادي تولي توصل لك واحد العلامات، او تتبع دوك العلامات اللي صغيره اللي كتجيك في النهار ديالك. غيوليو يجوك واحد العلامات صغيره اللي غادي تلاحظ بهم كيفاش هذوك المواقف اللي غادي يطراو في النهار كتبدا تمشي في الاتجاه اللي نويتي انت. شي داك النيه اللي نويتي، المواقف اللي كطرا في هذاك النهار كتولي تمشي في الاتجاه ديال ديك النيه اللي نويتي 100%. دونك هذا هو القانون الاول. القانون الثاني اللي هو قانون الاهتزاز او الدبدبه. الوغ كل حاجه في هذا الكون كامل، اي حاجه فيه كتهتز، حتى المشاعر والافكار عندهم واحد الدبدبات، عندهم واحد التردد. اي حاجه في الكون عندها دبدبات، اي حاجه. ملي كتكون الطاقه ديالك طايحه، الطاقه ديالك هابطه، عيان ما فيك ما دير والو، كل شيء كيبان ثقيل، ياك؟ ولكن ملي كتكون فرحان ومرتاح وكل شيء هو هذاك، اشنو كيوقع؟ كل شيء كيدوز بسهوله، سبحان الله العظيم، كل شيء كيدوز هو هذاك. باش تعرف الاهتزازات ديالك او الترددات ديالك، داكشي اللي الترددات طالعين هابطين كيقدروا يتحكموا في نهار كامل، كيقدروا يتحكموا في الشهر كامل، في العام كامل. الوغ باش نرفعوا هاد الاهتزازات او هاد الدبدبات هادو، كيفاش نرفعوهم؟ كيفاش نخليهم دائما طالعين؟ اول حاجه قبل اي حاجه بغيتي دير تنفس بعمق، عباد الله. التنفس واش نتوما ما كتحسوش الهواء كتدخلوه غير بالزز، داك الهواء اللي معيشكم هو اللي كتدخلوه،
كتدخلوه بحال الهواء غيتحسب عليك ولا كتخلصوا. تنفس دخل الهواء وخرجوا، دخلوا به عمق لداخل تحس به وصل لصدرك، وعاود خرجوا عاوتاني من فمك شهيق زفير على الاقل 3 ديال المرات قبل ما دير اي حاجه بغيتي ديرها. تنفس بعمق ياك 3 ديال المرات، وردد ديك الكلمه ديال الشكر. الحمد لله، ماشي ديك الحمد لله كتقول والحمد لله المهم الحمد لله على هذا الحال هذا، نقولوا الحمد لله وصافي. الا ماشي هذا الحمد لله هذه، الا بغينا الحمد لله يا ربي. شتي ساكنه في براكه، ساكن دابا اغلبيه انا متاكده ساكنه الحمد لله واكله شاربه، ولكن عندك شي حوايج اللي ماشي هما هذوك مديرونجينك في حياتك، وما قادراش تقولي الحمد لله يا ربي عندي سقف مغطيني، الحمد لله لاقيه ما ناكل وما نشرب، الحمد لله واقفه على رجليا وما كنمشيش ونجي للسبيطارات، الحمد لله على اي حال الحمد لله. ولكن ديك الحمد لله كتحسي بها، مفهوم؟ دونك اول حاجه قبل ما ديري اي حاجه بغيتك تنفسي بعمق وتقولي الحمد لله باحساس ديال بصح، الحمد لله ديال بصح، مفهوم؟ تاني حاجه بغيتك تفكر في 3 ديال الحوايج الزوينين عندك دابا، فكر فيهم. 3 الحوايج نتايا نعم، 3 النعم عندك دابا زوينين، فكر فيهم وبقى تمعن فيهم. ثالث حاجه بغيتك دير شي حركه صغيره في الصباح. كيشنو هاد الحركه؟ راه الحركه فيها بركه ياك. بغيتك تمشى، بغيتك دير تمارين غير في الدار خفيفه، اللي ما قادرش يخرج من الدار تمارين خفيفه غير في الدار. عندك هاد التليفون كتسمعني به، ما تقدرش تجبد شنو هما تمارين خفيفه نقدر نديرهم غير في الدار، كتبها غير هكا بالدارجه غيطلعوا لك، مفهوم؟ نديروا تمارين خفيفه، اولا غير فتح النوافذ، فتح السراجم، فتح النوافذ ديال الدار ودخل داك الهواء وتشوف، بقى تشوف غير في السماء، تامل غير في السماء. هاد التفاصيل اللي هي صغيره كتبدل الطاقه ديالك بواحد الشكل اللي هو كبير. هاد الشيء هادو هما الطرق باش تقدر ترفع الاهتزازات ديالك اولا ترفع هادوك الدبدبات ديالك، وباش يولي كل شيء كيدوز كيجري بسهوله سبحان الله العظيم، وبطريقه اللي هي ما تخيلهاش، كتكون فرحان وكتكون مرتاح. واخا عليك مشاكل ديال الدنيا والدين، واخا تكون كتحس بالثقل، هادشي كيخفف، مفهوم؟ الوغ القانون الثالث شنو هو قانون التطابق. شنو هو هذا القانون ديال التطابق؟ نقول لكم في جمله، شي داكشي اللي كتحسي به لداخل هو اللي كيتعكس في حياتك. شتي نتيا كتقولي مثلا انايا نمشيو مثلا غير العيالات مثلا الجمال، كتقول لك انا خايبه، انا ما كنبانش زوينه، ولا شي راجل مثلا كيقول لك انا عندي كرش كبيره، انا ما حاسش براسي مزيان، انا ما صلع، انا شتي دابا هذا غير الشكل ديالك. حنا نهضروا على الشكل ماشي شي حوايج اخرين، غير على الشكل. ملي كتوقف في المرايه قدام المرايه وكتقول هاد الهضره بحال هكا راه كتاثر، كيتعكس داكشي في حياتك. هذاك الشيء الناس الطريقه اللي كتشوف بها راسك كيشوفوا بك بها الناس، كيف ما داكشي اللي لداخل عندك كذلك في الخارج. واش مفهوم؟ يعني داكشي اللي كتحسيه في الداخل ديالك كيتعكس في حياتك 100%. والناس اللي دايرين بك حتى هما مرايه لاي حاجه لداخل ديالك. حتى الناس اللي كيدوروا بك ما تخليش الناس اللي كيبقاو ياثروا عليك بطريقه اللي هي سلبيه يبقاو تعطيهم هذيك الفرصه ديال انهم يتجاوزوا هذوك الحدود ديالهم ويبقاو يهضروا عليك بطريقه خايبه. لا، لانه سمعوك انت كتهضر بطريقه خايبه على راسك، داكشي علاش. اما الا كنتي انت عاطي لراسك قيمه وانت اللي كتهضر على راسك بطريقه زوينه 100% الناس ما غيقدروش نهائيا يتجاوزوا هذوك الحدود ويهضروا عليك بطريقه اللي هي خايبه. دونك الا لقيتي حياتك عامره مشاكل ما بغيتكش تبقاي اولا تبقى تلوم الخارج، مفهوم؟ شوف شنو خاصك انت تصلح في الداخل ديالك، لانه هذوك الناس مثلا اللي دايرين بيك وكيقولوا عليك مثلا هضره خايبه ولا كيعاملوك بمعامله اللي هي خايبه، عرفتي علاش؟ لانه نتايا اللي كتحس هذاك الاحساس في الداخل ديالك ثم كيتعكس في حياتك 100%. كيلاقيك الله غير مع دوك الناس اللي ما كيجبدولك غير المشاكل، والناس غير اللي كيحطموك، والناس غير اللي والو ما كيعطوك حتى شي قيمه نهائيا، مفهوم؟ يعني داك الشيء كيف بغيتي الناس يشوفوك شوف به انت راسك. هذا هو قانون التطابق، كما في الداخل كذلك في الخارج. اوكي. القانون الرابع هو قانون الجذب. هذا القانون ديال الجذب هو شنو هو؟ شتي اي حاجه كتفكري فيها واي حاجه كتحسي فيها اولا كتحسي بها عفوا هي اللي غطرى لك، هي اللي غتجرى لك. اي حاجه كتفكري فيها ولا كتحسي بها هي اللي غتوقع لك. انا نعطيكم مثال. بزاف ديال الناس كيقولوا
كيديروا واحد الخطا كبير، كيبقاو يقولوا انا بغيت هادي وبغيت كذا وبغيت نوصل لكذا، ولكن في الداخل ديالهم خايفين من ديك الحاجه وما مصدقيش ان ديك الحاجه غتوقع. لا صدقيها انت الاولى، راه قانون الجذب هكا كيخدم. الحاجه اللي كتفكري فيها واللي كتحسي بها، يعني الافكار العقل والمشاعر بجوج، داكشي اللي كتفكري فيه وداكشي اللي كتحسي به هو اللي غيوقع لك. كوني متاكده، يعني كتجذبي بعقلك وكتجذبي بالمشاعر ديالك. انت ملي كتقولي انا بغيت توقع ليا كذا وبغيت نوصل لهذا الهدف وبغيت نوصل لكذا ونحقق هذا الحلم، ولكن انت في الداخل ديالك ما مصدقاش، ما عندكش واحد اليقين 100% ديال ان الله سبحانه وتعالى هذيك الحاجه غادي توقع، ما غتوقعش. هذا خطا كبير 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 كبير. دونك باش هذا القانون ديال الجذب يخدم معاك ويخدم لصالح ديالك، خاصك 3 ديال الحوايج عندك يكونوا منسجمين: الافكار ديالك، الفكر ديالك، الشعور ديالك، والفعل ديالك. يعني الطريقه باش كتفكر، الطريقه اللي كتحس بها، والافعال ديالك كلهم يكونوا نفس الحاجه. مثلا الا بغيتي الرزق، فكري فيه بواحد النيه طيبه: انا غيجيني الرزق، لا ما جانيش دابا غيجيني من بعد، انا متاكده 100%. بغيتك تحسي بالوفره، حسي براسك راه كيجاك الرزق، حسي بداك الاحساس وديري واحد الخطوه حقيقيه في هذا الاتجاه. ديري عمل، ديري واحد الاعمال لو افعال اللي كتاكد بانه انت ديك الوفره او هذاك الرزق بغيتيه يجي، ماشي جالسه في دارك وجالسه ما كديري حتى شي حاجه ولا نهائيا وبغيتي هذا الرزق من يجي من السماء وبقاي جالسه تسنى. الله طاح لك من السماء، ما غاديش يجي نهائيا. يعني الافكار ديالك، الشعور ديالك، والفعل ديالك حتى هو خص يكون انسجام بيناتهم باش يخدم لك هذا قانون الجذب. القانون الخامس اللي هو قانون السبب والنتيجه. شوفوا، كل حاجه عندها سبب، ما كايناش شي حاجه سميتها صدفه نهائيا. اللي كيزرع الخير كيحصد الخير، واللي كيخدم على راسو كيشوف النتيجه، واللي كيزرع الشر كيحصد الشر، واللي ما خدمش على راسو راه ما كيشوف لا نتيجه لا حتى شي حاجه. ماشي ضروري تشوفي هذه النتيجه اليوم، ولكن اكيد 100% غادي توصلي، 100% غادي توصلي. كوني متاكده، راه الله ما كيضيعش العبد ديالو الا كان كيعرق عليها، مستحيل نهائيا. واش الله سبحانه وتعالى اللي كبر مني وكبر منك وفوق مني وفوق منك غادي يبغي لك الاذى؟ وعلاش خلقك؟ غادي يبغي يشوفك كتعذبي؟ لا، ولكن خاصك ديري السبب، خاصك انتي ديري الخطوه الاولى باش تشوفي النتيجه. باش تطبقي هذا القانون ديال السبب والنتيجه، بغيتك ديري واحد غير مع نفسك انتي، واحد الاتفاق. ديري اتفاق مع نفسك، قولي كل نهار انا غادي ندير واحد الفعل بسيط يقربني من الهدف ديالي. حطي هدف واحد، قولي انا كل نهار غندير خطوه صغيره باش نقرب من الهدف ديالي. وقلبي شنو هما الخطوات اللي خصني نتبع، وكل نهار ديري غير خطوه واحده. والنهايه ديال كل اسبوع، اي اسبوع في النهايه ديالو شوفي ديري واحد النظره ديال هذا الشيء اللي دوزتي في هذه الايام كامله، هذه الخطوات اللي درتي في هذه الايام كامله، واش كتقربك من الهدف ديالك ولا لا؟ او لا تقدري تبدلي الطريق، تشوفي شي طريق اخرى. هذه هي الطريقه ديال الناس الناجحين، ما كيعتمدوش على الحظ فقط، كيعتمدوا على الاسباب. يعني قانون السبب والنتيجه، ديري السبب غادي تلقاي نتيجه اكثر من الخيال. القانون السادس اللي هو قانون قبل الاخير، اللي هو قانون تحويل الطاقه. كيفاش؟ ملي كنقول طاقه يعني كنقول حزن او لا غضب او لا فرح او لا، فهمتي؟ هذه هي كنعني بها انا الطاقه. حيت لانه ولا كانت عندك الطاقه عاليه وفيها الفرح، فيها المشاعر ديال الفرح ديال النشاط، راه كتكوني كدوزي حياتك مزيان، كلشي كيدوز مزيان، نهار كيدوز مزيان، شهرك كيدوز مزيان، العام ديالك كيدوز مزيان. وإلا كانت هذيك الطاقه هابطه اللي فيها مشاعر ديال الحزن، ديال الغضب، ديال الخوف، حتى حاجه ما كدوز مزيان. مفهوم؟ الوغ شنو هو هذا القانون ديال تحويل الطاقه؟ شوفوا، الطاقه راه ما كتموتش. الطاقه ديال الحزن، الغضب، ديال الخوف، هادشي ما كيموتش، ولكن كتبدل الشكل ديالها. كيفاش كتحولي الطاقه؟ يعني كيتبدل الشكل ديالها. كيفاش كنبدلوا الشكل ديالها؟ مثلا الغضب شنو علاش تقدري تحوليه لطاقه حماس. كيفاش؟ انت غضبانه تحمسي باش تنجزي شي حاجه. مفهوم؟ ملي كتكوني غضبانه من شي حاجه ولا هذا، ما تمشيش تجلسي تنسي وتبقاي خنونتك هابطه وتبقى ما عارفه ما ديري وتلفانه. لا، هذاك الغضب اللي كيجيك نوضي، قولي انا غادي نوصل، انا غادي ندير، رغما عن انف هاد الناس هادو، رغما عن اي واحد. مفهوم؟ يعني ديك الغضب
بغيتك تحوليه لطاقه ديال الحماس، باش يكون الانجاز ديالك واعر. عرفتي ملي كتكون عندك فيك الغضب وكتحوليه لطاقه ديال الحماس، واو كديري انجازات اللي عظيمه. مثلا الخوف تقدري تستعمليه كإنذار باش تكوني اكثر وعي. مثلا دابا انت كتخافي من شي حاجه، هذا الخوف هذا تحوليه بحال قلتي بحال الانذار، بحال شي حاجه اللي كتقرصك، شي حاجه اللي كتوعيك، فهمتي؟ باش تكوني نتيا اكثر وعي بشنو غادي يطرا، ولا بشنو شنو ممكن يوقع لك في الايام الجايه. مثلا هذاك الخوف راه تقدري تحوليه، غير هو خاصك تعرفي الطريقه الصحيحه باش يكون هذاك الخوف لصالحك ماشي ضدك، ولا تبقاي كتهربي منه. بالعكس، خاصنا نفهموا هاد المشاعر او هاد الطاقه هذه ونحولوها، مفهوم؟ الوغ باش ديري هاد التحويل هذا، اول حاجه ملي تحسي بهذيك الطاقه ثقيله، كتحسي بشي حاجه ماشي هي هذيك، ما تهربيش بالغضب، بالخوف، بالحزن، ما تهربيش. خدي نفس عميق وكتبي في دفتر شنو حسيتي، كتبي شنو حسيتي. هاد الاحساس غادي وتقولي مع راسك نتيا هاد الاحساس هذا غادي نخدمه للصالح ديالي، هاد الاحساس غنخدمه للصالح ديالي. وكيف قلت لكم الغضب تقدري تحولي لطاقه ديال الحماس، الخوف تقدري تستعمليه كانذار باش تكوني اكثر وعي في المستقبل اوكي ولا في الايام الجايه. ثم ملي تكتبي اشنو حسيتي في الدفتر، داك الغضب او الخوف او شنو وقع لك، تكتبيه في الدفتر. من بعد بغيتك ديري شي حاجه تحركك، مشي صلي ركعتين، تحركي، تمشي بلا حفيانه، بلا صنداله، بلا صباط، بلا والو، تمشي حفيانه، مفهوم؟ الو القانون السابع اللي هو قانون الايقاع والدورات. اشنو هذا قانون الايقاع؟ اول حاجه بغيت نقولها لكم هي، عارفين نتوما ان كل حاجه عندها وقتها، ياك لا؟ كاين النهار والليل، الصيف والشتاء، كاين النشاط وكاين الراحه. الله خلق كل مرحله حكمه، اي مرحله كدوز منها كاينه واحد الحكمه فيها. ملي كتكوني في مرحله صعبه ما تضربيش راسك، راه غير موسم وغيدوز. ملي كتكوني في واحد المرحله نتيا اللي ما فاهمش شنو واقع، ما تبقايش تحسي بداك الحزن اللي غادي يحطم من النفسيه ديالك النفسيه ديالك والحاله الجسديه ديالك وجميع الحالات ديالك كتحطميهم. ما توصليش لهاد المرحله هذه، راه غير موسم وغادي يدوز فقط. هادشي غير واحد المرحله وغادي تدوز، غتبقى غير تعاود. بغيتك تستغلي هاد الفتره هذه باش تعاودي التوازن، باش تعاودي توازني الجسم ديالك، تعاودي توازني النفسيه ديالك، تعاودي توازني الحياه ديالك. او ملي تكوني مثلا في واحد المرحله زوينه مثلا وعندك واحد الطاقه اللي هي قويه، ما تضيعيهاش في كل الاتجاهات، ما تضيعيهاش في الحوايج اللي ما نافعينكش. بالعكس، وجهيها في شي حاجه وحده اللي تخدمك، اللي تخدم المصلحه ديالك، اللي غتلقايها من بعد، مفهوم؟ يعني كاينه طاقه اللي غتكون قويه وطاقه اللي هي ضعيفه. في المرحله اللي انت فيها صعيبه ما تبقايش تهبطي من النفسيه ديالك وتبقاي تحطمي راسك وتبقاي تضربي راسك، لا، راه حاجه ودايزه. ولكن ملي تكوني في ديك الفتره اللي عندك فيها واحد الطاقه اللي هي قويه وكتحسي بالنشاط وكل شيء، ما تضيعيش هذيك الطاقه، لانه غادي تكون فهمتي وجهيها لواحد الحاجه اللي غادي تكون تخدم لك المستقبل ديالك، اللي غادي تكون لصالح ديالك الايام الجايه، الايام اللي غتكوني في المرحله الصعبه، مفهوم؟ الوغ باش تطبقي هذا القانون بغيتك تكوني واعيه بالايقاع ديالك. على سميتو قانون الايقاع، بغيتك تكوني واعيه بالايقاع ديالك. واش كتخدمي مزيان مثلا في الصباح ولا في الليل؟ نظمي الطاقه ديالك على هذا الايقاع باش تولي الحياه ديالك اسهل اكثر واكثر. كاين اللي مثلا كيخدم مزيان في الصباح، فهمتي؟ ويعني داكشي اللي خصو طاقه كثيره ديريه في الصباح. كاين اللي لا، الصباح كيكون عيان والطاقه ديالو هابطه، دونك هذاك الشيء اللي غير خصو طاقه وغير خصك مجهود ديريه في الليل. نظمي حياتك على هذا الايقاع هذا باش تولي حياتك اسهل اكثر واكثر. وباش تولي هاد القوانين جزء من حياتكم بغيتكم تطبقوها على الاقل في واحد المده ديال 21 يوم. 21 يوم باش كيتعاودي توازن الجسم ديالك، المشاعر ديالك، العقل ديالك، مفهوم؟ الافكار ديالك، كل شيء كيولي متوازن وكيولي منسجم. فقط مده 21 يوم. ديري تحدي مع راسك، اللي بغى يشارك في هذا التحدي راه دايره تحدي ديال 21 يوم.
بدينا عاوتاني المجموعه الثانيه. هذا التحدي غيكون على سميتو على طول هذا العام هذا ان شاء الله. وقت ما جيتو تقدروا تسجلوا تواصلوا معايا في انستغرام فاتي سلاي 96. اوكي انا غنكتبوا لكم ونخليه لكم في اول تعليق. والفيديو ديال اللي شرحه فيه التحدي ديال 21 يوم غادي تلقاوه توا في اول تعليق. غتلقاو الفيديو شرحه فيه كل شيء على هذا التحدي ديال 21 يوم، كيفاش تغيري هذوك العادات السلبيه اللي عندك وتبدليهم بعادات اللي هي ايجابيه، كيفاش تطبقي هذه القوانين حتى هما في حياتك ويوليو جزء من حياتك. اوكي كنتبع معكم انايا شخصيا نهار بنهار من اليوم الاول حتى اليوم 21 نهار بنهار، متابعه شخصيه اللي كتكونوا في مجموعات تقريبا 10 ديال الناس في كل مجموعه، ما كيكونوش بزاف ديال الناس، وكتكونوا نتوما الناس مجهولين انونيم، كتكونوا ما كتعرفوش بعضياتكم نهائيا. مفهوم؟ كنخرجوا الطاقه السلبيه وكنبدلوها بطاقه اللي هي ايجابيه. راه تجربه اكثر من رائعه، انا كنتبع معكم شخصيا نهار على نهار. الوغ هاد القوانين هادو كيبانوا كتار ياك 7 ديال القوانين، ولكن السر الحقيقي راه فاش في التوازن بيناش بين النيه والشعور والعمل، بين العقل والاحساس والافعال. ملي كتوازني بيناتهم ما بين هاد الثلاثه ملي كيكونوا منسجمين النتائج كتجي بلا ما نتيا تجري وراها. فهمتي؟ بلا ما تجري ورا ديك الحاجه كتجي حتى لعندك، لانه الكون كيعطيك نفس الطاقه اللي انت كتخرجيها من الداخل ديالك. راه الكون كيعكس داكشي اللي الداخل ديالك هو اللي كيبان في الخارج. دونك خلي نيتك نقيه، قلبك راضي، قلبك صافي، والعمل ديالك مستمر دائما ما تحبسيش، وغادي تشوفي التغيير بعينيك. والله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني البداية منك ومن الداخل، وداكشي الباقي داكشي اللي بقى غادي يتبدل بوحديته، كوني متأكدة. دونك هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. نشوفكم فيديو جاي، وكيف كنقول لكم ديما كنبغيكم من القلب. بسلامة.